السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ جانا. اليوم درت دبارة، حبيت نشارك معكم طريقتي في تحضيرها. اول خطوة رايحين نطيبوا الفول والحمص. الفول كنت شمخته قبل بليلة، راكم تشوفوا فيها مشمخ. رايحه نزيد له الماء، نكثر الماء بزاف لانه راح يطول يطيب وينشف لي الماء ويتحرق لي. رايحه ندير الملح وخميرة الحلوى. انا ما عنديش بيكربونات، لكن من الافضل ديري بيكربونات. بلا بيكربونات مش رايح يطيب لك مليح. نقص عليه النار كامل وسكر عليه الكيكوطه. الحمص راني طيبته بنفس الطريقه راكم تشوفوا فيه، لكن الحمص ما نرميش الماء نتاعو لان حنستعملو في الدباره. حمص ايضا درت له خميره الحلوى باش يطيب لي هشيش، راكم تشوفوا فيه. من بعد انتقلت لاصوص ندير فيها الزيت، طماطم. حنحط لكم رابط الوصفه في الاسفل، كنا حضرناها قبل مع بعض، تقدروا تستغناو عليها وديروا في بلاصتها طماطيش مسكرفته. درت لها نصف ملعقه طماطم مصبره، الثوم، الملح والكمون. حندير لها الفلفل الحار ونخليها تقلى مع بعض. عندي طماطيش حب راح نسكرفجها، وعندي فلفل كنت شويته حار، وطرشي ايضا اللي عنده ذراري صغار وما يحبش الحار بزاف. هذو هما المكونات كامل. هاكم تشوفوا في الفول كيفاش طاب مفسخ. رايحه نصفيه من الماء نتاعو ما خليش. وعندي الفلفل والليمون للتزيين والحشاوش. حطيت الحمص، راح نحط فوقه الفول. من بعد رايحه ندير طماطم مسكرفجه حب، ما اضفت لها والو. رايحه ندير لاصوص اللي حضرتها من قبل. مكونات من الاحسن تكون كامل سخونه باش الدبارة تجي سخونه ما تجيش بارده. رايحه نضيف الفلفل مشوي ومقطع. رايحه نضيف الحشاوش، نزينها بقطع الليمون والفلفل. وفي الاخير طبعا زيت الزيتون. هذه الدبارة على طريقتي، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. هي سهلة وبسيطة، لازم ما خافوهاش برك. ما تبخلوش علينا باللايك والبارتاج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.